مرحبا مشاهدينا الكرام. قبل قليل ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي قبل المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد والنادي الكتالوني في مساء هذه الليلة في ملعب الكامب نو. لنستمع أبرز ما جاء في هذا المؤتمر. يا اخوي اجي كلاسيكو جت الطلايب بالعارك ودعتك واحصل مالك من الروس بين اللواعيب. انا بس حبيت اقول اللاعب جاهزين، بس عندنا سوارز خويا صار اسود على ديمبلي. يعني اما صارتك عركه بالتمرين بيناتهم، وبالقوه طلعنا ديمبلي من العركه بالدفرات. حاجه ديمبلي قلت له يا بنت شني سرسري ايش بيك تعارك؟ كان قلم جاف. يقول لي سوارز قال اذا ما تلعب لباص اعضك. قلت له انت تعض نص لونك تقول كسره مال بيبسي. وصارت لك العركه. حاجه سوارز قلت له يا بنت ايش بيك؟ يقول لي الا عض ديمبلي. عمي قلت له شو تعضه هو بيعضه؟ كان يا اخوي بشرفك اذا عضه وين نروح بيه ما تقول لي. عندك تير شتيجن هم ما يحكوا يوم تيتي يطلبوا 2000 وما منطيه اياه، وهم عليهم تصير عركه. وميسي صار لنا 4 ايام نعصر بيه وخذينا لي دكتور. ما ادري هالطاقه بلعبه فينيسيا. عمي قلت له لا اطلع التمرين لا ما اصير زين. يا اخوي بشرفك اذا المهاجميه ما تلعب يا يهدف لي فيدال راسه تقول محولي. واحنا لازم نفوز يا اخوي بشرفك قدام هاي الجماهير 99,000. اذا ما نفوز ما تقول لي منين نطلع. احنا ذيك المره فايزين وواحد من الجماهير صلخ نبطل. كاش حال لو نخسر انا اقول يمكن صرخوني بالكرسي. يا اخويا والريال هم يخوفون، يعني بنزيما هالايام يهدف ومنطلق، كانت سوارز اخوي حاطه بالجول شوفه يقول يبيع رقي مو يهدف لي. بس انا ايش بيك؟ اهم راح اخذ احتياطات اظل واقف بالباب. خاف تصير مداهمات منا.